بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، اليوم عندنا الدرس الثالث، وهو عن أسماء الأطعمة والمأكولات الشعبية باللغة السندية. حاولت في هذا الدرس أن أجيب أغلب المأكولات الشعبية. ممكن تكون فاتتني كثير منها لأنها ما شاء الله كثيرة المأكولات الشعبية، لكن حاولت أن أجيب أغلبها وأساميها باللغة السندية عشان نتعلم الكلمات السندية أكثر فأكثر. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عندنا الكلمة كادهو. كادهو بمعنى طعام أو أكل، طعام أو أكل. بعدين عندنا الكلمة دبو. دبو بمعنى علبة. جلاس. جلاس بمعنى كأس. هذه أغلبها تستخدم في المطاعم لما نروح المطعم ونطلب حاجة للأكل. تشوري. تشوري أي سكين. تشمچو. تشمچو أي ملعقة. بليت. بليت أي صحن. ماني. ماني أي خبز، الشباتي، الخبز ماني. ونقول له كمان درقدي. درقدي. أكتب لكم هنا ممكن. درقدي زي كذا أي الخبز. مكھنو. مكھنو أي زبدة. كافي. كافي أي القهوة. مچھی. مچھی أي السمك، ومر علينا كمان. أتو. أتو أي دقيق أو طحين. فروت. فروت أي الفاكهة. گوشت. گوشت أي اللحم. كوكيد أو مرغي بمعنى دجاج. كير. كير أي الحليب أو اللبن. دهي. دهي أي الرايب أو لبن زبادي. لسي. لسي أي لبن مراعي، على ما أفتكر أنا كنت أشرب في السعودية الله يحفظها، مراعي، لبن مراعي. تيل. تيل أي الزيت. بطاطا. بطاطا أي البطاطس، الإدام. چامر. چامر أي الأرز. لون. لون أي ملح. مرچ. مرچ أي فلفل، ومر علينا في دروس أخرى. كارا مرچ. كارا مرچ فلفل أسود، وكان مر علينا قارها مرچ أي الفلفل الأحمر، وساوا مرچ أي الفلفل الأخضر، ودحين عندنا كارا مرچ أي الفلفل الأسود. شوربو. شوربو الحساء. خندر. خندر أي سكر. खीरवारी चाहें. खीरवारी चाहें أي شاي الحليب، شاي بالحليب. साई चाहें. साई चाहें أي شاي أخضر أو شاي ربيع. سبزيون. سبزيون أي الخضروات، مر علينا. पानी. पानी الماء. بوڑ. بوڑ أي الإدام، مرق. تريال.
تريال أي المقلي، هذا تعرفون اسمه طبعا بالسندي، ايش نقول له؟ تتذكرون؟ ماتشي. نعم، أي السمك. تريال ماتشي أي السمك المقلي. كوبو، كوبو أي الكوب. أفراتو، أفراتو أي الفطيرة أو خبز مع الزيت. الخبز العادي نسميه ماني أو درقري، لما يكون معاه الزيت نقول له أفراتو. ساغو، ساغو أي إدام سبانخ، وهذا من المأكولات الشعبية اللي تستخدم كثير في الشتاء في السند. وعليها شوية زبدة كمان، وما شاء الله يكون يعني مرة لذيذ. قودو، قودو السكر الأحمر اللي يصنع من قصب السكر، مو السكر العادي الأبيض، لا. بصري، بصري، وهذا بصري يصنع في السند خاصة، ممكن يستخدم في مناطق أخرى كمان. بصري نسميه، يكون خبز وبعدين نحط جوته إيش؟ المكنة أي الزبدة، والسكر الأحمر هذا القرو أو الميتاي المكسر هذا منه، نحط جوته ويسوونه، وما شاء الله يكون مرة لذيذ، وخاصة في الأعياد أو في الزواج يسوونه عندنا هنا في السند، وما شاء الله شيء لذيذ جدا. أندو، أندو أو آنو بمعنى البيض. ماكي، ماكي أي العسل، العسل الطبيعي طبعا لما ننزله من الأشجار هنا في السند. دالة، دالة أي العدس. برياني، برياني أي الأرز باللحم. وممكن تكون فاتتنا شوية أطعمة أخرى، لكن حاولنا نجيب أغلبها في هذا الدرس، وإن شاء الله يكون الدرس عجبكم، وأرجو منكم التفاعل أصدقائي الأعزاء، خاصة في الاشتراك. لازم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وكومنت وإيش كمان وأشياء من هذا القبيل، عشان يكون لنا تحفيز للدروس القادمة إن شاء الله. وبشركم يعني في حاجات كثيرة وشيقة إن شاء الله راح جايتنا هنا في هذه القناة، تعليمية وثقافية ولقاءات إن شاء الله وأسفار ورحلات، يعني حاجات كثيرة إن شاء الله تعليمية حتجينا هنا، خاصة للشباب اللي عايشين خارج السند، خارج باكستان. السنود، عائلة السندي ما شاء الله معروفة في العالم كله، وخاصة في البلاد العربية. شباب السنود اللي لسه ما جو هنا الوطن، ما شافوا وطنهم السند. طبعا وطن السند يعني كان أولا وطن لحاله، بلد لحاله، بعدين لما جو الإنجليز وخلوه منطقة إقليم مع باكستان. البلد يعني مرة طيب هنا، وأهلها يعني يعني يكرمون الضيف، الضيوف ما شاء الله تبارك الله. حاجات كثيرة كثيرة إن شاء الله حتشاهدون السند بكامله إن شاء الله في هذه القناة. في هذه القناة حتشاهدون السند بأكمله بإذن الله عز وجل. جميع الحاجات اللي متعلقة بالسند إن شاء الله نشوفها في هذه القناة. فأرجو مرة أخرى أنكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وكومنت وشير كمان إن شاء الله. وأشوفكم إن شاء الله على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.